اغلب الاوقات واحنا بنسعى في اي اتجاه او بنسعى لانجاز حاجه معينه، بنرجع بعد كل فتره بنسال نفسنا احنا حققنا حاجه تذكر في الموضوع اللي احنا بنسعى له ده؟ هل احنا وصلنا للرقم اللي كنا حاطينه في بدايه السعي؟ طب هل احنا حققنا القدر المادي اللي احنا كنا بنسعى ان احنا نحققه في نفس الوقت ده؟ بل الموضوع ساعات كمان بيوصل للخوف من التجربه والخوف من السعي لاجل بس ان انا ممكن ما اوصلش للهدف ده او اوصل للرقم ده. فان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن هل ان النجاح بالعائد او بالقدر المادي او بالارقام ولا لا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. يعني ان الموضوع ده ممكن نتكلم فيه عن وجهين. الوجه الاول لما تيجي تبص على قصة سيدنا نوح هتلاقيها مدرسة من اقوى المدارس اللي بتعلمنا حاجتين: الصبر والجهاد. ده برضو مش فاهم ايه علاقته بان النجاح بعائد مادي ولا لا. ربنا ارسل سيدنا نوح لهدف واحد بس، الا وهو ترك عبادة الأوثان والأصنام وعبادة الله وحده. لا ومش هنا وبس، كمان عبادة الله وحده ولا شريك له. ديني عبادة الله وحده دي تمام، بس أهم حاجة إن ما يكونش فيه شريك يعبد مع ربنا. سيدنا نوح استخدم كافة الوسائل اللي ممكن تاخد بالك منها وممكن تفكر فيها أصلا، من الترغيب زي إن لو دخلت الإيمان وبقيت مسلم هتخش الجنة وهتنعم وهتبقى على الحق، وزي الترهيب زي إنك لو ما أمنتش هتخش النار ومش تبقى على حق وهتبقى في ضلال وكفر وهتعذب في النار وفي القبر. كافة الوسائل اللي ممكن نبي يدعو بيها لربنا استخدمها سيدنا نوح. كل الوسائل اللي ممكن تخطر على بالك حصلت. تفتكر سيدنا نوح بعد كل اللي قلت لك ده اخذ وقت قد ايه عشان يدعو قومه؟ 950 سنه. 950 سنه سيدنا نوح بيدعو فيها قومه. اظن بعد ما تسمع 950 سنه دي هتقول ان سيدنا نوح لما دعا قومه استجاب منهم 99% على الاقل بعد 950 سنه دي. هقول لك بقى الكبيره ان لا، ما حصلش كده، بل ان اللي امن بربنا واتبع سيدنا نوح قليل من قومه. والدليل على كده سوره هود ايه 40: ما امن معه الا قليل. ده مش معناه ان بقول لك ان لو احط خطه او احط تارجت ما احققهوش، هي معادله كده تحطها بعد ما تاخد بكل الاسباب، بكل وسائل الاسباب انك تاخدها انك تسعى لاي حاجه. معادله كده تحطها قدامك اللي هو خلاص انا عملت كده كل اللي عليا، ساعتها بقى تبص للمعادله دي: فان حقق الله لك الثمره في الدنيا فنعمه على نعمه وخير على خير، وان لا فإنما عليك السعي لا النتيجة. والله إن اتحقق فنعمة على نعمة. ما فيش أجمل من إن الواحد يسعى لحاجة ويحط خطة كده ويسعى كل شوية يعدل في الخطة ويمشي خطوة بخطوة بخطوة يلاقي نفسه وصل. ما فيش أجمل من كده شعور. طب إن لأ، والله أنا عملت اللي اتطلب مني والنتيجة دي مش بتاعتي. زي ما يكون في الشغل كده جه مديرك طلب منك انك تعمل كذا، طب النتيجه والله انا ما وصلتش نتيجه، خلاص انت عملت اللي عليك، انا ما اقدرش اعاتبك كمدير، ما اقدرش اعاتبك، انت عملت اللي مطلوب منك بالظبط، بس اللي هو السعي خلاص. ومن فضل ربنا علينا كمان ان هو ما حملناش مشقه التفكير في النتيجه، هو حملنا مشقه السعي لان ده اللي في مقدرته. اما النتيجه هي الحمد لله يا رب ان انت خليتها عليك انت مش علينا، ده من لطف ورحمه ربنا بينا. عاوزك تفتكر الايه دي دايما وتكتبها قدامك عشان تطمن: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه ان له كاتبون. يعني والله العظيم الايه دي كانت كاتب قدامك تبص لها دايما كده بعد كل سعي تسعى له في كل اتجاه او في اتجاه اي اتجاه عموما في حياتك، تبص للايه دي كده ربنا بيقول لك فمن يعمل من الصالحات. الصالحات دي اللي هي اي عمل صالح في الدنيا، مش يعني مش زكاه وصدقه بس، اي عمل صالح في الدنيا. والله انا سعيت اني امشي في الاتجاه ده عشان هتعلم حاجه، خلاص انا مشيت في الاتجاه ده وما اتعلمتش انا عاوز اتعلمه، خلاص حصل انت كده عملت من الصالحات. اي عمل مش سيء مش ذنوب مش اثم، خلاص ده كده صالح. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. فلا كفران، الكفران ده له الانكار، مفيش كفران لسعيه، سعيك ده مفيش انكار له ابدا. وان له كاتبون، يعني انت سعيك ده بيتكتب، والله ما تفضلكش في الاتجاه اللي انت ماشي فيه ده، هتبذل مجهود الربع اللي انت بذلته في الطريق الطويل ده هيترد لك اضعاف النتيجه اللي انت كنت مستنيها في الطريق الثاني. مفيش سعي بيروح على الارض ابدا، وده من فضل ورحمه وكرم ربنا علينا. مفيش سعي، انت ما تزعلش، انت كل عليك السعي بس. والله انا سعيد خلاص يا عم، انا برنس، انا خلاص الحمد لله عملت اللي مطلوب مني. فخلي المعادله والايه دول قدامك دايما كده، اكتبهم قدامك كده عشان دايما تبقى فاكرهم ومطمن. اما بقى الوجه الثاني، ان السعي اصلا في حد ذاته وعدم الاستسلام فمش اي حد يقدر عليها. فكرة ان حبيب نورماجندوف كان بيقول لو في حاجه واحده بس هفتخر بيها بعد كل اللي حققته ده كله هي ان انا ما استسلمتش ابدا. عنده سلسله لها هزيمه كبيره جدا، قال لك الحاجه الوحيده اللي افتخر بيها هي ان انا ما استسلمتش ابدا. فكره ان اي حد يكمل في حاجه اصلا، انك تسعى وتكمل وما تستسلمش، ده في حد ذاته الانجاز والنجاح. اي حد استمر في اي حاجه حقق نتيجه كبيره،
وان كانت مش النتيجه اللي هو طالبها، بس حقق حاجه الناس كلها بتشيد اليه وبتشير اليه. حته ان حد يستمر في حاجه ان هو ما يستسلمش دي مش اي حد يعملها. اكتب المعادله والايه قدامك عشان دايما تبص لهم وتبقى مطمن. لو هقول لك حاجه في الفيديو ده تفضل فاكرها، هي انك تكمل سعي ونيفر نيفر نيفر جيف. اوعى تستسلم ابدا لاي حاجه حتى لو انجازك فيها. انا مش هقول لك كل يوم خطوه، انا كل يوم ملي اصلا انا ما اعرفش اوصف لك على صباعي ازاي، بس اقول لك لو كل يوم هتمشي فيه ملي ما تقفش. دمتم في رعايه الله.